جلاله ليس أحد أعرف به منه. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو. الله 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 الله. حضرتك قرأت الآية كثيرا وسمعت الآية كثيرا، لكنني أريد الليلة أن تتعامل مع الآية تعاملا يليق بمعرفة الله التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أقول: ليس أحد أعرف بالله من الله، فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. لفتة أرجو ألا تنساها: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. ورب الكعبة إني لأستشعر الآن بضآلة شديدة ومثلي يتحدث عن مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستخرج مني الآن ما يرضيه وما يدل الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي. أقول: إن أول من شهد لله جل وعلا بالوحدانية والتوحيد هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تدبر معي قول رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ذاته جل وعلا ويتكلم عن نفسه سبحانه. يقول عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله. حضرتك حافظ آية الكرسي، بس عيش المعاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعظم آية في القرآن كله، أعظم آية في القرآن كله تتحدث عن الله جل وعلا. الله الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء الحسنى تنسب إليه ولا ينسب هو إليها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فكل الأسماء الحسنى تنسب إلى لفظ الجلالة الله، فهو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. تدبر معي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يأتي أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم ليفسر الآية بهذه الكلمات النبوية الرائعة، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول الحبيب النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. أسألك بالله تدبر معي هذه الكلمات مرة ثانية، فما أحوجنا إليها الآن. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار،
وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، جل جلاله جل جلاله وتقدست ذاته وتعالت أسماؤه وصفاته، له الفضل والملك، له الفضل والأمر، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا أحصي ثناء عليه، فهو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه ولا إله غيره. لا يستطيع أحد من الخلق أن يثني عليه بما ينبغي لكمال وجهه، لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ولكمال صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يستطيع أحد من الخلق مهما كان قدره، مهما كانت مكانته وكرامته، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشفع يوم القيامة بين يديه جل وعلا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وإلا بإذنه في المشفوع فيه، فهو الذي يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه. نعم، فلا يشفع أحد بين يديه جل جلاله إلا بإذنه، إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم سبحانه وتعالى كيف كان يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، يعلم ما هم عاملونه وفاعلونه إلى أن يلقوه، بل وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهو وحده الذي يعلم من شاء ما شاء بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى. فلما الكبر والاستعلاء، فلما الغرور والاستعلاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جل جلالك يا سيدي، جل جلالك يا سيدي، وعظم شأنك وعظم جاهك، وسع كرسيه السماوات والأرض. أخي أختي، هل تدبرت في هذه الجملة القرآنية من هذه الآية المبهرة؟ وسع كرسيه جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي ولا يصعب عليه حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. يا إلهي، هل تعرف حجم السماوات؟ هل تعرف حجم الأرض؟ هل تعرف حجم الأرض بالمقارنة إلى حجم السماوات؟ والله لطاش عقلك. والله لو وقفت مع ما يقوله العلماء المتخصصون في الأفلاك الآن عن حجم الأرض مقارنة بحجم الأفلاك والأجرام الأخرى لطاش عقلك ولتوقف قلبك. فهل تعرف شيئا عن الكرسي؟ أبو ذر رضي الله عنه سأل حبيبنا عن الكرسي، عن آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال: أعرف الخلق بربه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما السماوات السبع. الله أكبر، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله يكاد قلبي أن ينخلع. اللهم املأ قلوبنا بعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين. يقسم حبيبنا الصادق
الذي لا ينطق عن الهوى، ويقول والذي نفسي بيده ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي، في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، بصحراء. حضرتك تخيل معي حلقة ملقاة في صحراء، ما الذي تشكله هذه الحلقة في هذه الصحراء المترامية الشاسعة؟ والذي نفسي بيده ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وما الكرسي في العرش، وما الكرسي في العرش إلا كهذه الحلقة في تلك الفلاة. يا الله جل جلال ربي، أعلم أن العقل البشري قد لا يستوعب هذا، أعلم أن العقل قاصر عن استيعاب هذه المعاني والمفردات. هذه المعاني تحتاج إلى قلوب امتلأت بالإيمان بالله وبعظمته وجلاله سبحانه سبحانه سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يأتي حبر عالم من علماء اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. تدبر معي، تدبر معي، واملأ قلبك بمعرفة الله وبعظمة الله وبهيبة الله، فهذا أجل خلق، وهذا أشرف خلق، وهذا أعظم خلق، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى، وأن تجله سبحانه، وأن تقدره حق قدره، وأن تخشاه حق خشيته، وأن تعظمه حق تعظيمه. فوالله لن تعظم رسوله إلا إن عظمته، والله لن تعظم شرعه إلا إن عظمته، والله لن تتخلق مع رسول الله بمكارم وحسن الخلق، ولا مع الخلق بمكارم وحسن الخلق، ولا مع نفسك بمكارم وحسن الخلق، إلا إذا تخلقت مع ربك جل جلاله بمكارم وحسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق معك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، برحمتك وفضلك يا رب العالمين. تدبر معي أخي الحبيب هذه الكلمات. يأتي حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، ليقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة المنزلة على نبي الله موسى، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر، جل جلال الملك. لا تعطل يا أخي، ولا تمثل، ولا تشبه، فما دار ببالك. الله جل جلاله بصفاته وأفعاله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعقل أعجز من أن يكيف ذات الحق تبارك وتعالى، ولا ينبغي على الإطلاق أن ننفي الصفات عن الذات، فنفي الصفات نفي للذات، بل نؤمن بكل صفة وصف الكريم بها نفسه ووصفه بها أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة، وكذلك من غير تعطيل للصفة أو تكييف أو تشبيه. فالله جل جلاله يقول سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول حبر اليهود: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن
ويقول أنا الملك. الله، ويقول أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا من النبي لقول الحبر اليهودي. وقرأ حبيبنا قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر إلى استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الجليلة في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما أجمل قول نبي الله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعرفون الله حق معرفته، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا تمتثلون أمره، ما لكم لا تجتنبون نهيه، ما لكم لا تقفون عند حده، وأنتم في غاية الحب له والرضا عنه، وأنتم في غاية الشكر له والاعتراف بفضله ونعمه، مع اعترافكم بتقصيركم وعجزكم وجرأتكم وجنايتكم في حقه سبحانه وتعالى. والله لو يؤاخذنا بأفعالنا وذنوبنا ومعاصينا لخسف الأرض بنا، والله لو يعاملنا بأفعالنا وأعمالنا لفضحنا وهتك أستارنا، لكنه الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ذلك جزيناهم ببغيهم فأخذهم الله بذنوبهم. آيات كثيرة، آيات كثيرة تملأ القلوب التقية بالهيبة والعظمة والخشية والرهبة من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يسمع ويرى، لا يغيب عنه شيء، لا تغيب عنه ذنوبنا ولا تغيب عنه عيوبنا ولا يغيب عنه تقصيرنا ولا يغيب عنه إجرامنا، ولكنه جل جلاله الغفور ذو الرحمة الحنان المنان الكريم سبحانه وتعالى، الذي نسبنا عبادا له مع إسرافنا على أنفسنا بالمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تدبر قول الله سبحانه وتعالى: وما أعظم الآيات وما أكثرها. فالآيات تنقلنا تارة إلى السماء وتارة إلى الأرض وتارة للنظر في أنفسنا لنتعرف على ربنا جل جلاله، لنتعرف على ربنا جل جلاله الذي له الخلق والأمر، له الربوبية والألوهية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. انظر معي إلى هذه القبة السماوية الزرقاء، إلى السماء، واقرأ معي آيات الله سبحانه وتعالى. اقرأ وتدبر وانظر.
لأن إلف النظر إلى السماء أنسانا عظمتها وجلالها، لأن إلف النظر يعني تكرار النظر واعتياد النظر إلى السماء بما فيها من الآيات أنسانا عظمة ربنا وقدرة ربنا. هذه السماء التي رفعها الملك بغير عمد نراها، بغير عمد ترونها، يخاطبنا جل جلاله ويقول لنا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى السماء، انظر إلى هذه الآيات، انظر إلى هذا الجمال المتعدد الألوان المتعدد الأشكال والأحوال، انظر إلى هذا القمر المنير، وإلى هذا الليل المظلم، وإلى هذا الصبح البازغ، وإلى هذه الشمس المحرقة، وانظر إلى هذا المطر، وانظر إلى هذا البرد، وانظر إلى هذا البرد، وانظر إلى هذا الحر، انظر إلى هذه الآيات. كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظر وتدبر. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب وانمحى ضوءه ونوره، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أي أكبر من القمر وأكبر من النجم الذي رأيتهما في الليلة السابقة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انظر إلى آيات الله تبارك وتعالى، انظر إلى آيات الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره إن نظرة فاحصة مدققة لهذه القبة السماوية الزرقاء في ليلة صافية تملأ القلب بعظمة الله وخشية الله وهيبة الله وجلاله. انظر يا أخي إلى هذه النجمة الفريدة الوحيدة التي تلتمع هنالك وحدها في أفق السماء بالنور والضياء، وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. ثم انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين هنالك في أفق آخر من آفاق السماء، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى بعيدا عن الصخب والضوضاء. وانظر معي أيضا إلى هذه المجموعة المتشابكة المتضامنة من النجوم وكأنها في عرس إيماني بهيج. انظر إلى هذه الآيات وتدبر وتعرف على ربك سبحانه وتعالى. فما أكثر من عميت أبصارهم وبصائرهم ممن لا يقرون لهذا الكون بإله خالق مبدع سبحانه. ثم انظر إلى هذه الأرض التي تعيش عليها، وأنا لا أريد أن أطيل، فلو توقفت مع كل جزئية والله لاحتجنا إلى لقاء. ثم انظر إلى هذه الأرض التي تعيش عليها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إلى آخر الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ممن عميت أبصارهم وبصائرهم، ممن أعرضوا عن آيات الله في الكون وعن آيات الله في الأرض وعن آيات الله في كتابه جل وعلا. ما أكثر من عميت بصائرهم وأبصارهم، لا يقرؤون آية مرئية في الكون أو مرئية في الأرض أو مقروءة في التاريخ والواقع والأحداث، ولا آية يقفون عندها بتدبر وتفكر في كتاب الله جل وعلا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لأنه لا يتذكر بالآيات ولا يتأثر بالآيات الكونية وبالآيات القرآنية إلا من عرف رب البرية وخاف الوقوف بين يديه جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا سيذكر من يخشى، وقال جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فلا يتأثر بالآيات إلا أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكير الذي يسلمهم حتما إلى هذا الإذعان والإيمان والإقرار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. هؤلاء هم أولو الألباب، هم أصحاب القلوب التقية، هم أصحاب القلوب النقية، هم أصحاب العقول النيرة. نعم أيها الأفاضل، هم الذين يقرؤون الآيات الكونية ويأخذون منها العبرة والعظة، ويقرؤون الآيات القرآنية ويتدبرون قول رب البرية، فيدفعهم هذا إلى تحقيق وتجديد الإيمان بالله سبحانه وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقيام بدين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما أجمل قول القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك. وإذ ترى النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. وبسرعة أقف مع هذه النفس الإنسانية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولن أخرج أيضا عن القرآن الكريم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يا إلهي يا إلهي لو كانت الخلية الإنسانية تتكاثر كتكاثر البكتيريا مثلا لوجدت ملايين البشر نسخة متكررة مملة. لكن شاء الملك الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من هذه النطفة الأمشاج من هذه النطفة المختلطة من ماء الرجل وبويضة المرأة. فالحيوان المنوي يحتوي على 23 كروموزوم وهذه الكروموزومات هي المسؤولة عن الهندسة الوراثية كما يقولون التي تشتمل على خريطة كاملة لهذا الإنسان المغرور. والبويضة تشتمل هي الأخرى على 23 كروموزوم بالتساوي والتعادل. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب ويلقي النطفة التي تشتمل على مئات الملايين من الحيوانات المنوية وتتسابق هذه الحيوانات المنوية لتصل إلى بويضة المرأة التي لا تخرج من رحم المرأة إلا مرة واحدة في الشهر. تخرج وكأنها عروس زينوها لزوجها في ليلة الزفاف. تخرج البويضة وعليها تاج مشع عليها تاج مشع لعلها تلفت أنظار هذه الحيوانات المنوية لتقطع الحيوانات هذه المفاوز والمسافات البعيدة لتصل إلى هذه العروس الجميلة. ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. وهذه المعلومة الدقيقة التي لم يهتدي إليها المتخصصون إلا في السنوات القليلة الماضية أخبرنا بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ أكثر من 14 قرنا. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من كل الماء يعني المني، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. يقول نبينا: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. إذا التقى الحيوان المنوي بالبويضة تفرز البويضة سائلا لزجا من وظائف هذا السائل أن يمسك بالحيوان المنوي ليلتصق على جدار البويضة،
فيقوم الحيوان المنوي هو الآخر بإفراز سائل يبدد جزءا من التاج المشع على جسم البويضة ليسهل على الحيوان المنوي الذي وصل إليها أن يخترق جدارها. فإن اخترق جدارها وخصبها وحدث ما يسمى بالنطفة الأمشاج بهذا الخليط العجيب من الحيوان المنوي وبويضة المرأة، بعد أيام أيها الأفاضل تتحول هذه النطفة الأمشاج إلى علقة. هذه العلقة تتميز إلى طبقتين، إلى طبقة خارجية تبحث عن الغذاء من رحم الأم، وإلى طبقة داخلية مسؤولة عن تكوين الجنين داخل الرحم. ثم تتحول العلقة بعد ذلك إلى مضغة، لأن الجنين في مرحلة المضغة يشبه تماما قطعة اللحم الممضوغة التي مضغتها الأسنان، يظهر عليها آثار القواطع وآثار الأنياب وآثار الضروس، لذا سماها القرآن أي هذه المرحلة بالمضغة. ثم بعد ذلك تتحول المضغة إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع. أنا أتساءل معكم جميعا، من أين جاء هذا الهيكل العظمي؟ من أين جاء هذا الهيكل العظمي الذي تراه فيكاد عقلك أن يشيب، فيكاد عقلك أن يطيش وشعرك أن يشيب؟ تتحول المضغة إلى هيكل عظمي متناسق متكامل، ثم بعد ذلك يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم. وبعد ذلك تأتي آخر مرحلة من مراحل الخلق للإنسان في رحم الأم، ألا وهي مرحلة نفخ الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أقف مع كلمات مدهشة لعالم متخصص من أشهر علماء الأجنة في العصر الحديث، يقال له ألكسيس كاريل. هذا العالم وهو ليس من المسلمين وقف يراقب مراحل نمو الجنين في رحم سيدة في عيادته، فلما تحولت النطفة الأمشاج إلى علقة، وتحولت العلقة إلى مضغة، وتحولت المضغة إلى هيكل عظمي، وكسيت هذه العظام باللحم، لم يلفت نظر هذا العالم هذا التطور العجيب في رحم هذه السيدة. ولكن حين نفخت الروح في الجنين ونبض قلبه وتحرك في الرحم حركة كاملة، صرخ هذا العالم وقال كلمتين عجيبتين، قال Here is God، هنا الله، هنا الله. من أين جاءت هذه الروح؟ ومن أين جاءت هذه الحياة؟ ومن أين جاءت هذه الحركة؟ أيعقل يا سادة أن تتحول النطفة التي ألقاها الرجل إلى امرأته في لقاء في الحلال الطيب إلى هذا المخلوق العجيب الذي ينبض قلبه وتتحرك أعضاؤه حركة واضحة في رحم أمه؟ يا أيها الإنسان المغرور، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. أما آن لك أن تعرف ربك؟ أما آن لك أن يمتلئ قلبك بعظمة ربك؟ أما آن لك أن تمتلئ بخشية ربك سبحانه وتعالى؟ أما آن لك أن تذعن له جل جلاله بالعبودية والربوبية والألوهية؟ أما آن لك أن تفرده وحده تبارك وتعالى بالمسألة والخشوع والخضوع؟ أما آن لك أن تسأله وحده، وأن تستغيث به وحده، وأن تلجأ إليه وحده، وأن تفوض أمرك إليه وحده، وأن تجعل عزك كله به وحده؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميته. لطالما ذكرت وقلت لا تعتز ببشر، لا تعتز ببشر مهما كان منصبه ومهما كان وزنه ومهما كان قدره، فالبشر إلى زوال، البشر إلى موت، البشر إلى عورة، البشر إلى ضعف. اجعل عزك بربك الملك القدير القوي العزيز الحكيم. اعرف ربك الليلة، فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، من عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. تعرف الليلة على ربك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم أقل لكم إن أشرف وأكرم وأطهر وأكبر وأعظم منهج للتعريف بالله جل وعلا هو منهج القرآن الكريم، وهو منهج سنة سيد المرسلين أعرف الخلق برب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نشرق ونغرب وبين أيدينا كتاب ربنا وبين أيدينا سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ عد إلى القرآن وعد إلى السنة لتملأ قلبك بمعرفة الله، بالإيمان بالله، بعظمة الله، بجلال الله. وهذا أشرف خلق مع الله سبحانه وتعالى، وأول ركن من أركان التخلق بالأخلاق الحميدة والكريمة مع الله عز وجل. نعم، معرفة الله سبحانه وتعالى. والوقت انتهى، وكنت أود أن أتحدث عن معرفة شرعه والقيام بدينه ظاهرا وباطنا، لكن لعلي أتعرض لهذه الجزئية في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا أواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع في هذا المحور الأول من محاور أزمة الأخلاق، ألا وهو الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فمشكلتنا أننا لم نحسن الخلق مع الله، ولم نحسن الأدب مع الله، ولم نعرف الله جل وعلا حق معرفته، ولم نقدر الله جل وعلا حق قدره، ولم نملأ قلوبنا إلى الآن بعظمته وهيبته وجلاله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مضى الوقت سريعا، وسامحوني على هذه الإطالة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.